انا لو راجع بيا الزمن لورا هعمل نفس اللي انا عملته. ما كنتش هغير اي حاجه فيه، بالعكس. انا فرحانه وفخوره ومبسوطه باللي وصلت له، وما عنديش اي استعداد اتنازل عنه مهما كانت الظروف. وكان هيجرى لهم ايه لو كانوا سابونا نكمل الجواز قدام عينيهم؟ كان هيجرى ايه لو كانوا سابوني اختار شريك حياتي بالطريقه اللي انا عايزاها؟ هم السبب ان راسهم تبقى في الارض بسببي. هم السبب في ان انا اعاني كل ده في حياتي. هم السبب في اللي انا بدفع ثمنه دلوقتي. انا ما كنتش ناويه ابعت قصتي وما كنتش عايزه احكي في اللي فات وفي اللي عدى، لولا ان هم دقوا بابي تاني وعايزين يخربوا عليا. وكمان عايزه اقول رساله لكل البنات في اخر الفيديو، عشان خاطر كل البنات تتعظ وما يحصل لهمش اللي حصل لي. انا طول عمري عندي مشاكل مع اهلي وعمر ما كان ليها حل. كان حتى مع اي حد بيتدخل بيكره ان هو تدخل ما بيننا، ويطلع ندمان ان هو حاول يصلح ما بيننا. اهلي صعب جدا تتفاهمي معاهم او توصلي لاي حل وسط معاهم. هم اللي في دماغهم عايزين ينفذوه بس. وانا ماليش اي راي ولا ليا اي شخصيه. قررت ان انا احب شخص مش جاي على هواهم. هما شايفين ان هو مش الانسان المناسب ليا. ليه؟ ده الاسباب كتيره قوي، بس اول سبب هم واقفين عنده هو السن. انا اكبر منه ب4 سنين، بس ده ما كانش ابدا عائق بيني وبينه. بالعكس، احنا كنا متوافقين فكريا جدا، وكنا بنحب بعض جدا، وما كانش عندنا اي مشكله ولا حاسين بفرق السن بيننا وبين بعض. يعني هو كراجل كان موافق عليا، واهله ما كانش عندهم اي مشكله خالص انه يتجوز ست اكبر منه. بالعكس، كانوا بيحبوني لان هما كانوا عارفيني من قبل ما هو يختارني كزوجة. وفي يوم بابايا توفى، وكان هو الحاجة الوحيدة اللي مصبراني على ان انا اعيش معهم في البيت. مامتي ست مسيطرة جدا، وكلمتها هي سيف على رقبة كل فرد في البيت. واللي حصل ان انا بس فضفضت معاها بكلمتين، انه ايه المشكله لو حبيت واحد اصغر مني. وكانت فضفضه عامه جدا ومش محدده فيها اي شخص خالص. لقيتها فجاه قلبت عليا وكلمت اخواتي وجمعتهم عندنا في البيت، لان هم متجوزين كل واحد وفاتح بيت. وقلبتهم عليا، قلبتهم عليا لدرجه ان اخويا الكبير سحلني من شعري في سلم العماره. كل اللي طالع واللي نازل اتفرج عليا وانا بتضرب وبتسحل، وكل ده حتى من غير ما يعرفوا الشخص اللي انا بحبه وعايزاه. ده بس عرفوا ان ممكن فكرة اني اتجوز راجل اكبر مني متاحة عندي. فضلت مستحملة واجيبها شمال واجيبها يمين واحاول ادبرها انا واللي بحبه عشان اعرف اعرض عليهم الفكرة. هم مش موافقين وقافلين دماغهم خالص، لحد ما يئست ان انا امهد الموضوع. فقلت خلاص، كده كده خراب، اجيبها خبط لازم. هو ايه اللي هيحصل اكتر من اللي جرى؟ رحت فتحت لهم قلبي وقلت لهم انا بحب الشخص ده. هما كانوا عارفينه لان احنا نعتبر جيران. لا، ومش بس جيران، احنا كمان في بينا صلة قرابة بس من بعيد شوية. المهم، انا خلصت كلامي من هنا، واللي حصل صويت ولطم كأن ميت ميت في البيت. وكأني قلت لهم ان انا عايزة ابقى رقاصة او امشي مشي بطال. قامت تاني مامتي مجمعة كل اخواتي في البيت، وخدت العلقة المحترمة اللي رقدتني في المستشفى حوالي 5 ايام. تمام؟ لا مش تمام يا شاهي، لاني طلعت من المستشفى مقررة ان انا مش هرجع البيت ده تاني. مقررة ان انا همشي وهتجوز اللي انا بحبه. واللي انا عملته هو ان انا سبت بيت اهلي ورحت اتجوزت الراجل اللي انا اخترته. وانا لحد النهارده مش ندمانه على اختياري ليه. يمكن ندمانه اني عاديت اهلي، يمكن ندمانه اني قطعتهم، يمكن ندمانه اني ماليش حد، يمكن ندمانه ان انا خسرت اي سؤال هما بيسالوه عليا او كانوا هيودوني بيه. بس في الحقيقه انا مش عارفه انا ندمانه ولا دي حاجه كان نفسي فيها. فنفسي لحد دلوقتي انها تحصل، ولسه عندي امل انها تحصل، بس انا عارفه ان هما مش هيعملوها. انا عارفه ان هما بيخبطوا على باب بيتي تاني عشان عايزين مشاكل، عشان عايزين يجرجروا رجلي لحاجات أسوأ من اللي في دماغي بكتير. المهم ان انا بعد ما اتجوزت الشخص ده وقفلت بابي عليا وقلت خلاص مش عايزه اعرف حد، واهله هيعرفوا ان احنا متجوزين بس احنا متجوزين في حته بعيده عنهم، يعني اهله حتى ما يعرفوش عننا حاجه. وعملنا بيت واستقرينا مع بعض. في الحقيقه احنا بنتخانق زي اي اتنين متجوزين، يعني مش خناقات اوفر، وهو مش راجل صعب الطباع، يعني انا عايشه متكيفه مع الوضع وعادي. بس بيوحشني سؤال امي، بيوحشني اني ازور حد وحد يزورني. المهم، فوجئت في يوم ان مامتي سايبالي رساله، ومعرفش عرفت منين حسابي على الفيسبوك الجديد، وبعتالي رساله تقطع القلب، وبتتمنى فيها ان انا بس اجي اطل عليها، واني اشيلها في وقت عياها واحضر دفنتها، لان هي بتودع ومحدش من اخواتي معبرها. وعرفت يا بنتي قيمتك، وعرفت ان انا ماليش غيرك، تعالي. انا محتاره، مش عارفه هل ده فخ ولا مش فخ.
انا خايفه ارجع البيت عند امي عشان ازورها واودها، يقفلوا عليا ويحبسوني وينتقموا مني اشد الانتقام وما يرجعونيش لجوزي تاني، والخوف القلعن ان هم يصمموا على طلاقي، وخايفه يودي جوزي في داهيه. انا عارفه ان اللي عملته ده حاجه ممكن تبقى غلط، بس انا دلوقتي في الموقف ومش عارفه اتصرف. خايفه اود امي لحسن اخسر جوزي، وخايفه ما اودهاش واخسر اخر نداء هي كانت بتندهولي، واخسر اخر ود كانت هي بتمد ايديها لي. مقدره حيرتك جدا، لاني لو مكانك فعلا هبقى محتاره نفس الحيره دي. بس السؤال هنا اللي لازم عليه اجابه، هو انتي وجوزك جوازكم متسجل؟ يعني الجواز ده رسمي؟ طيب لو هو رسمي ما يقدروش يطلقوكي منه، مهما ضغطوا عليه مفروض هو يطلع راجل وما يتنازلش عنك وما يطلقكيش. موضوع سهل. بس ممكن يمنعوكي من انك تنزلي له تروحي له، ده اساسي. وفي الحالة دي هو ممكن يبلغ البوليس. هتعملي عداوة اكتر، هتعملي مشاكل اكبر، الموضوع هيوسع منك، ولكن هما اللي هيبتدوا بده. انت ما باليد حيلة، انت رد فعل لحد دلوقتي من كلامك انك دايما رد فعل لفعلهم. الحل ان انت تشغلي ده شوية، سايسي امورك، فهميهم ووصلي لهم ان اللي حصل حصل خلاص، انت اوريدي متجوزه. حاولي تصلحي علاقتك بامك، لان امك هي اللي في ايديها كل شيء، هي اللي في ايديها تقلب اخواتك 180 درجه عليكي وتخليهم تاني يبقوا تحت رجليكي ويحبوكي ويتمنوا لك الرضا ترضي. يعني من الاخر حل مشكلتك عند امك. تعملي ايه؟ انت المفروض عايشه مع الست دي وعارفه مفتاحها وعارفه ايه اللي هيجيبها سكه. لازم تشغلي مخك عشان تعرفي تكسبي امك في صفك. امك لو في صفك كل الدنيا دي كلها هتبقى في صفك، ما تقلقيش. بس انتي اتسرعتي قوي 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 في انك تسيبي البيت وتتجوزي من غير اي حد من اهلك. ويمكن لانك لسه متجوزه جديد مش شفتيش عواقب الموضوع، لسه ما بقالكيش سنين طويله، ما عرفتيش عواقب الموضوع، بس الموضوع عواقبه اكتر مما تتخيلي. اللي هي بتقوله بقى للبنات محدش يعمل زيها. ولما انتي قلتي لي الكلمتين دول حسيت انك بدأتي تحسي شوية بالموضوع. انك تبقي مقطوعة من كل الناس دي مش حاجة حلوة ابدا. الجنة من غير ناس. روحي لامك، خديها في حضنك، تفهمي معاها، حاولي توصلي معاها لحل يرضيكوا انتوا الاتنين. بس الام ما بتتعوضش، مهما كانت قاسية هي في الاخر عايزة مصلحتك. يمكن طريقتها واسلوبها غلط لان هي متربية على كده وما تعرفش اسلوب تاني. التمسي لها مليون عذر، عشان ان شاء الله لما تجيبي بيبي وتغلطي يلتمس لك اعذار.